تراجعت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي عن الاستقالات اللي قدمتها للمدير التنفيذي للنادي بعد الجلسة المطولة التي عقدتها اللجنة مع اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية. وشهدت اللجنة تأكيد المحافظ على تقديم الدعم والمساندة للنادي الإسماعيلي، كما أكدت اللجنة استمرار رفض فكرة الدمج مع أحد فرق الشركات أو الهيئات للحفاظ على هوية النادي الإسماعيلي التاريخية. وكان محمد رائف رئيس مجلس الإسماعيلي، واللواء علي غيط النائب، والمهندس وليد فؤاد أمين الصندوق، والمستشار وليد الكيلاني، والمقدم مصطفى أميرو التقوا مؤخرا مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بمكتبه، ومنحهم خيارين: الاندماج مع إنشاء رخصة جديدة للنادي يدخل خلالها طرف آخر شريك أساسي، وبقاء جميع الغرامات الدولية المستحقة للمحترفين السابقين الإيفواريين جان موريل ومحمد لامين كوني، والجزائري محمد بن خماسة، والتونسيين فراس شواط وحمد النجاز، وكذلك نجوم المستقبل، فضلا عن ديون الجبلاية على الرخصة القديمة أو الهبوط إلى القسم الثاني الاختيار المر. الأمر الذي دفعهم للإسراع في تقديم استقالتهم الجماعية في حينها. ويدرك المسؤولين بالإسماعيلي أن محافظ الإسماعيلية لن يتوانى عن الوقوف في جوارهم وتصعيد أزمة النادي للأجهزة المعنية بالأمر لإيجاد الحل المناسب لها، لكي يبقى فريقهم بجور الأضواء والشهرة، ولا يهبط مع دراسة التشغيل العاجل للمبنى الاجتماعي الذي يقع على مساحة 27 فدان في أرض النخيل بكامل طاقته لإنعاش خزينة النادي الخاوية، مع الوضع في الاعتبار استغلال سور الاستاد الإسماعيلي لإقامة محال تجارية، ودعوة البنوك لافتتاح فروع لها في محيطه. وينتظر مجلس الإسماعيلي بفارغ الصبر صدور قرار من الجبلاية يفيد بإلغاء الهبوط وإقامة المسابقة المحلية الموسم المقبل بنظام دوري المجموعتين، لإتاحة الفرصة أمام النادي الإسماعيلي لترتيب البيت من الداخل، لا سيما وأن هناك بعض اللاعبين يرغبون في الرحيل، أبرزهم الحارس أحمد عادل عبد المنعم، وحاتم سكر، وإبراهيم النجعاوي، ومروان حمدي، ومحمد عبد السميع، وعلي الملواني. وعلى جانب آخر طلب الجهاز الفني الإسماعيلي اللاعبين الالتزام بالتعليمات الصادرة ليهم والانتظام في التدريبات استعدادا لمبارياتهم مع فاركو في الجولة الأخيرة للمجموعة الأندية المتصارعة للبقاء بالدوري، والمحدد موعدها مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية. وكان خالد جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، ووائل كندي وأحمد فكري المدربين المساعدين، وإسلام كاظم المدرب، وخالد متولي مدرب حراس المرمى، أشرفوا على مران الأمس بوجود كل من عبد الله جمال وعبد الرحمن محروس ومصطفى حسني لحراسة المرمى، وزملائهم عبد الكريم مصطفى ومحمد نصر ومحمد عمار وعبد الله محمد ومحمد إيهاب وحسن منصور وإبراهيم عبد العال ومحمد وجدي ومحمد بحيري وعبد الرحمن كتكوت وعمر القط ومهند عبد العاطي وعبد الرحمن بطيخة ومحمد حسن ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري وأحمد أيمن وسمير كنتة وعلي الملواني وأنور عبد السلام ونادر فرج وخالد النبريسي. واستغرق المران 60 دقيقة، اشتمل على الإحماء وفك العضلات، وانتقل للنواحي الخططية المتعلقة بمباراة فاركو. وقال خالد جلال المدير الفني الإسماعيلي إنه لفت أنظار جميع اللاعبين إلى ضرورة التحلي بالروح القتالية داخل المستطيل الأخضر في آخر مباراة لهم
أمام منافسهم فاركو في المسابقة المحلية. وأضاف خالد جلال إن النادي الإسماعيلي تعرض للظلم بسبب إيقاف القيد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، الأمر الذي حرم الفريق الاستعانة بالعناصر الجديدة لتعويض اللاعبين الذين رحلوا لاستحالة تجديد عقودهم أو عرض بعضهم للبيع. وأشار المدير الفني الإسماعيلي إلى أن الناشئين الذين تم تصعيدهم والاعتماد عليهم أساسيين منذ بداية الموسم لتغطية المراكز الشهرة في صفوف فريقنا ليس لهم ذنب وراء سوء النتائج واحتلال المركز الأخير بالدوري لقلة خبراتهم. وأوضح أن لقاء فاركو يشهد غياب الحارس أحمد عادل عبد المنعم ومروان حمدي للإصابة ومحمد حسن وخالد النبريسي للحصول على الإنذار الثالث، فيما يعود للعب محمد عبد السميع بعد انتهاء إيقافه مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث. وأكد أن الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة المؤقتة للإسماعيلي مع محافظ الإسماعيلية والأجهزة المعنية بالأمر في شتى الاتجاهات قد تنصب في مصلحة النادي الإسماعيلي للحفاظ على بقائه الموسم المقبل بالدوري الممتاز وعدم هبوطه للقسم الثاني.